الغساله بتقطع الهدوم وجبت كذا فني ما نفعش، وغساله بتطلع ريحه وحشه، والغساله ما بتغسلش كويس. تعالى اقول لكم واعمل لكم فيديو شامل الكلام ده كله عشان خاطر ما تتعبونيش وتجيبوا من الاخر والمشاكل عندكم كلها تتحل ان شاء الله بمشيئه الله تعالى بعد الفيديو ده. بس قدرني اعمل لي لايك وكومنت واعاده نشر ونسخ الرابط بعد اذنكم. اعملوا لي الكلام دوت وانا هقول لكم على كل الحلول في الفيديو ده ان شاء الله. خلينا في مشكله. اول مشكله الملابس بتتقطع. بص يا بنت حضرتك، لما تفتحي الباب بتلاقي عندك اخرام في قلب الحله. الاخرام ديت لو انت كنت غاسله فيها ستاير، غاسله حاجه فيها معدن، فالاخرام دي بتتنتش. فاحنا هنمشي ايدينا كده على الاخرام دي، لو في حاجه منها متنتشه هنجيب مفك وندوس عليها نخلي الخرم من جوه عشان خاطر ما ينتش معانا الهدوم. هنمشي على الحله كلها بايدينا، اي حاجه هنحس اللي هي حاده واحنا بنمشيها ايدينا كده هندوس عليها بمفك ولا باي حاجه ندخلها لجوه عشان ما تبقاش حاده. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجوان بتاع الباب ما بيبقاش احسن حاجه. طيب ممكن ما يكون مش راكب كويس، بينتش في الهدوم عشان السرعه العاليه مع العصر والكلام ده بينتش في الهدوم. فانا اتاكد ان الجوان بتاعي راكب كويس. لو الجوان بتاعي مش كويس او في تقطيع او في الكلام دوت، بتصل بفني مختص اقول له انا عايز اغير الجوان فقط لا غير، ما اقولوش اعمل وسوي. لو غير الجوان وعملت الحله من جوه ما لقيتيش فيها حاجه، فان شاء الله الغسيل مش هيتقطع تاني. دي مشكله التقطيع وكده. تعال بقى نتكلم على المشكله الثانيه اللي هي بتاعه الريحه الوحشه. طيب هتعملي دوره الخل كل 15 يوم، وانت ما تعملي دوره خل هتحطي دوني فوق، وهتعملي ايه تاني، وهتنضفي الفلتر. تمام كده. وبعد ده كله يعني انت نضفتي وعملتي دوره خل بعد التنظيف والدنيا تمام، قبل التنظيف وبعد التنظيف دورتين، يبقى بص يبقى انت جبتي من الاخر ومش هيبقى فيه ريحه ان شاء الله. بعد ما نخلص غسيل بنسيب الباب مفتوح لمده 10 دقائق ربع ساعه، الغساله تتهوى عشان ما تكمكمش. تمام. طيب الغساله ما بتنضفش، نعمل ايه؟ نعمل اللي احنا وبنحط الغسيل في الغساله نسيب شبر. ما تقوليش بقى انا الترنج دوت ناقص والترنج ده مش ناقص والكلام ده، لا، احنا لازم نسيب شبر عشان الميه تاخد راحتها والغسيل ياخد راحته. طيب نوع المسحوق لازم يكون كويس، وانا بنصح باريال كويس جدا ومحترم. طيب ايه تاني؟ ما نحطش مسحوق كتير، نص كوبايه بس، مش كتر المسحوق هو اللي هينضف معانا. تمام كده. عرفنا الحلول بتاعت الغساله. لو في حاجه بقى مضايقاكم في اي جهاز تاني اطلعوا اكتبوا لي كومنت وانا اطلع ارد عليكم.